هاتي بقدونس على كزبرة على شبت وابدأي قطعيهم صغير وحطي في النص كده اهو بصلتين ناعمين ورز مصري مغسول ومتصفي كويس وشوية بهارات ودي طماطم معصورة كده اهو في المفرمة من غير ولا نقطة مية عشان تجهزي لأول رمضان شوية ممبار من اللي قلبك يحبهم. معلقتين كبار من الزبدة وشويتين حلوين من الزيت وانزلي على طول ببصلتين محترمين كده اهو ما يكونوش ناعمين بزيادة وابدأي شوحيهم لحد ما يدبلوا معاهم. بحب اشوح مع البصل حوالي 3 4 قرون من الفلفل تقطعيهم صغنن كده أو تحطي هريسة شطة، فلفل أسود وملح وكمون وكزبرة والكزبرة تكون ضعف الكمون، وبهارات محشي وسبع بهارات وكله معلقة كده اهو محترمة علشان تبهر لك التسبيكة الحلوة دي. انزلي كمان في المرحلة دي بمعلقتين كبار من الصلصة عشان تعزز لك لون الطماطم ولو مش متوفر عندك ممكن تستغني عنها. الطماطم على قد الرز اللي احنا هنضيفه، يعني لو انت هتعملي 3 كيلو رز يبقى 3 كيلو طماطم وزودي البابريكا عشان تعزز لك اللون. جبت بصلتين وبشرتهم وحطيت عليهم بقى ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات محشي وسبع بهارات والسبع بهارات اختياري. عصرت بقى هنا اهو طماطم كده اهو في المفرمه شويتين حلوين كده هو انا بحب ان انا اعمله ني في ني وفي نفس الوقت احب ان انا احط له تسبيكه المحشي دي اللي بتودي الممبار في مكان تاني. ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طول الفيديو بعد الفيديو افضلي قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده خلطه الممبار حلوه جدا اللهم بارك. لو انت عامله 2 كيلو من الممبار بياخدوا تقريبا تقريبا بصي 2 كيلو الا ربع كده هو من الرز. طبعا على حسب حجم الممبار وعلى حسب انت شايله الدهون منه ولا لا. انا مش بحب بصراحه اشيل الدهون منه خالص، بحب ان انا اخليها زي ما هي كده. بتفتحي الممبار كده بالسباب بالصباعين السبابه والوسطى وتبداي تحطيه كده اهو على طول، مش بياخد ولا وقت ولا مجهود. استعيني بالله وصلي على الرسول طول ما انت في الفيديو وطول ما انت بتعملي الممبار والله يا جماعه هيخلص بسرعه جدا. نضفيه بس في يوم لو انت اللي هتنضفيه وتاني يوم على طول ابدأي احشيه. ميه بتغلي بقى على النار ولازم الميه تسيبيها لما تغلي. حطي فيها شويه فلفل اسود، انا مش بحب القرفه كتير فحطيت نص عود وبصلايه ورق لورا وشويه حبهان كده صغيرين وكبيبه صيني يعني بهريها وشويه ملح. لازم الميه بتاعه الممبار تبدأي انك تبهريها كويس جدا كأنها شوربه بالظبط. وهنبدأ بقى نحط الممبار ولازم تكون ميه بتغلي عشان الممبار يقفل معاكي. هيغلي غلوتين وبعد كده وطي كده وخفضي النار شويه، مش وطي بنسبه 100% لمدة ساعة كاملة. بعد كده صفيه بقى هيطلع بالجمال والحلاوة دي. علشان يستوي معاكي ما تقعدوش ابدا اقل من ساعة. فاكرين ذكر النهاردة كان ايه؟ كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ابدأي بقى سخني شويتين زيت حلوين كده لحد ما يسخنوا كويس وحمري الممبار للون اللي انت بتحبيه. حطيه بقى على شوية بقدونس وبألف هنا. ما تنسيش اللايك ولا اهم لايك ذكر الله والصلاة والسلام على الرسول. بصوا بقى شكله، بصوا الجمال من فوق ومن تحت بيبقى طالع منه شوية رز بقى بيقرمشوا في الزيت وبيكون طعمهم رهيب.